هلا وشلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير وصحة وسلامة. اليوم جيكم خبر جديد، وهو دخلوا على هذا الموقع عشان قاعدة يعني إذا ساكنين بأوروبا وبألمانيا وعندهم قرايب بسوريا أو بتركيا، يراسلهم على هذا الإيميل ويجيب قرايبهم، وهو يعني كل شي يتكفل بيه يعني يظل قاعد بألمانيا 3 أشهر 90 يوم. خلال هذا 90 يوم لازم يغادر ألمانيا. فأي واحد عنده قرايبه بسوريا أو بتركيا يدخل على هذا الإيميل ويراسلهم ويسجل اسم يعني قرايبه قاعد بتركيا أو بسوريا ويجيبه على ألمانيا. طبعا لاحظوا يعني سجلوا، يعني كل ما تسجلون أسرع كل ما يجي قرايبكم أسرع، لأنه هذا احتياجي يعني لازم يسرى وهيك، يعني لازم إجراءات يعني شوية تطول، يعني ما طول هواية، طول يومين أو 4 أيام أو 5 أيام، لأن هذا خليه الإيميل حالته الطارئة متضررين، مثلا إذا مثلا منطقة بها زلزال أو بها فيضان أو فشي، أو إذا واحد عنده مثلا قرايبه بسوريا أو بتركيا مريض، هم يجيب على هذا الإيميل يراسلهم. طبعا قاعدين بألمانيا يراسلون على هذا الإيميل، يجيبون قرايبهم قاعدين بسوريا أو قاعدين بتركيا، يعطوهم معلوماته وعنوانه. طبعا لازم جواز سفر يكون صالح أقل شي سنة، يعني أوراق ثبوتية عنده، عم يجيبوه بالطيارة. طبعا الطيارة على حساب راح يجيبه، يعني ما على حساب الدولة، بس الدولة الألمانية سهلت هذا الإجراء، يعني هواية أكو ضحايا من الزلزال متأذين، ويعني عندهم حالات صحية كل صعبة، فيجيبون هنا يعالجوهم، يدخلون مستشفيات ألمانيا، يعني ألمانيا تعالجهم على حسابها. بس الفيزا هاي تطول 3 أشهر، لازم يكون هنا موجود بس 3 أشهر، عدا ذاك 3 أشهر يعني إجراءات قانونية يعني جديدة. تحياتي لكم، مع السلامة، إن شاء الله بخير.